قاسم مسعد عليوة، أحد المثقفين الذين أثروا الحركة الثقافية المصرية، امتلك ناصية الكلمة، فكتب القصة القصيرة والرواية والمسرحية والأبحاث الأدبية والسياسية. ومن إبداعاته رواية الغزالة التي صدرت عن سلسلة روايات الهلال. هو من مواليد بورسعيد عام 45، وقضى فيها حياته قبل أن يرحل عن عالمنا في 18 يناير 2014. كان له موقف سياسي معارض، فقد عرف طريقه إلى السياسة عن طريق الأدب، فهو من مؤسسي حزب التجمع، واعتقل في عهد السادات بسبب دعوته لإنشاء اتحاد وطني ديمقراطي مستقل للكتاب والأدباء، وكان عضوا في مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، وترأس العديد من المؤتمرات الأدبية. حصل فارسنا على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة من الثقافة الجماهيرية وغيرها من المحافل الأدبية. وحصلت قصته لا تسألوا عن عنوان إنها الحرب على جائزة وزارة الثقافة عام 73، وجائزة الثقافة الجماهيرية 74، وجائزة وزارة الدفاع 97. قاسم عليوة عاشق للمدينة الباسلة، تجد رائحتها وحكايات أهلها في كل أعماله. كتب عنها كتابه الشهير المدينة الاستثناء، الذي أرخ فيه للناس والثورة ولمعشوقته بورسعيد. رحم الله قاسم عليوة المواطن الاستثناء. هؤلاء الشباب استعادوا انتمائهم من جديد لمصر، وبعد ما كان الهجرة هي الأمل الرئيسي لكل الشباب، أصبح الشباب الآن متشبثين بالأرض وبالميدان وبالشارع، ويعرفون أن مصر هي وطنهم الأساسي، وبالتالي يعلنون انتمائهم لها رغم كل الصعوبات، رغم أن المبادئ الثورة لم تتحقق حتى الآن. رغم كل هذا الشباب ظهر على الساحة منتميا لمصر الأصيلة، مصر الحقيقية.